السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد ومعلومة جديدة. ومعلومة النهاردة بنتكلم فيها إيه؟ بنتكلم عليها من بدايل ورق الفويل وورق المناديل اللي ما شاء الله بقى سعرهم إيه في الأسعار ما شاء الله دلوقتي بقت فظيعة. المهم يعني إيه بدايلهم؟ ممكن نستبدلهم زي ما كنا بنستخدم زمان. هنرجع لأيام زمان شوية ونوفر شوية حاجات تنفعنا بدل ما نقعد نستهلك كذا بكره كده، وخصوصا في شهر رمضان جاي. ما شاء الله مقلياتنا كتير زي البانيه وزي البطاطس وزي السمك، الحاجات دي والبفتيك وكل الحاجات دي بنستخدم لها ورق مناديل كتير. طب عايزين نعمل نغلف كذا صينيه وندخلها في الفرن، نشوف بقى كام صينيه بقى ولو عندنا عزومه. طب انا ممكن استغنى او حتى ما عنديش عزومه اخلي الورقه مثلا لايام العزومه عشان تبقى ايه بكره. بصوا بقى سعرها صعب قوي يعني ربنا معانا. الايام العاديه اللي انا مش هيبقى عندي فيها عزومه اعمل ايه؟ هقول لك انا معايا، تابعيني وما تنسيش اللايك وما تنسيش تشتركوا في القناه عشان توصلكوا كل معلومه جديده. يلا بينا نشوف ايه البدايل بدل ورق الفويل وبدل ورق المناديل. مثلا عندي صينيه هدخلها الفرن زي كده، هعمل ايه؟ هحط صينيه عليها زي كده، معلش باللمعان بقى اللي بيجي، صينيه على صينيه زي كده تمام، صينيه على صينيه او غطا حله كبير. لو عندك حله كبيره تدخلي غطا، حطي غطا فوق الصينيه دي، هتوفري على نفسك شويه في الورق، شويه في رمضان او اي وقت تاني. قلنا ايه عشان نوفر لهم في الورق شويه في المصانع ونسيبه لهم شويه يمكن ينزلوا سعر. بصوا كده او كده، شوفوا انت بتحبي تغطي الصينيه بأنهي ناحيه حسب بقى الاكل اللي انت حطاه، تحطيه من ناحيه ده او من ناحيه ده. لو الاكل قليل هتقلبي الصينيه وتعدليها الناحيه التانيه. طب انا مثلا مش هدخل صينيه مدوره، هدخل صينيه مربعه زي كده مثلا. بصوا يبقى عندي صواني، كلنا بيبقى عندنا صواني زي ديت مثلا بتاعت المخبوزات، بتبقى دي سيجان بتاعت المخبوزات، اي عروسه بتبقى جايباها او اي واحده عندنا في البيت بتبقى جايباها. طبعا في اي مطبخ بتلاقوا منها صواني زي كده المسطحه زي كده. تبقى ان احنا نعمل ايه؟ نحط القالب عليها كده، نجيب القالب اللي بيركب على الصينيه دي بالظبط ونستخدمه ده في التوقيت ده. طب مثلا انا عندي كنت بغلف الليمون زي كده، بغلف الليمون بغلفه في ورق فويل بقى، خلاص بقى ما فيهاش بقى ورق الفويل يعني بقى ثمنه ربنا يعيننا على الاسعار. بصوا بقى ورقه زي كده من ورق الكراسات، فاكرين بتاع زمان الورق اللي مش مكتوب فيه. لو في ليمون ممكن تحطي، لو ورقه مكتوبه مش مهم يعني، بس خلينا في دي زي كده. واحطه فين؟ اغلف زي كده واحطه في ورق في التلاجة. ماشي، احطه قصدي في كيس في التلاجة، اشيله كده في كيس واحطه. طب انا مش عايزه بحطه انا في نظام علبه، حطي في نظام علبه اهو. اهو بصي معايا اهو، حطي كده الورق من، شوفي زي ما كنت بتغلفي المناديل، حطي الورق زي كده وحطي عليه الليمون، خدي الليمون قدامك زي كده وحطي لي بقى ايه ورق ايه كراسات من فوق واقفلي علبتك. يعني انت بقى ظبطيها بقى العلبه بقى مع نفسك كذا ورقه كده، مش صح توفري على نفسك مش هتوفري كده. كده عندنا ورق الكراسات بتاع ولادنا وبيبقى او اخواتنا، وفي الاخر بنرميه للراجل ما بياخدوا الثمن او بنرميه في الزباله. لا، اخد الورق الفاضي واستفيد بيه، اشيله في شنطه كده او في كيس واخليه عندي في درج في المطبخ او في درج في الدولاب في اي حته، واشيله زي كده وهستفيد بيه. تغطوا بقى الليمون وتقفلوا عليه، زي هتوفري على نفسك ورق فويل كتير بدل ما كنا بنعمل بورق الفويل او بنعمل بالمناديل. نخفض على نفسنا شويه ونساعد نفسنا في الايام دي. نيجي بقى للمقليات. طب انا عايزه استخدم المقليات، هعمل بقى ايه؟ هقول لك انا بقى تعملي ايه. انا دلوقتي مثلا عامله كميه عندي مقليات، طب انا هقعد استخدم مناديل بقى، تفضلي بقى تشدي تبص تلاقي نفسك خلصت البقره في كام يوم. لو حتى مش هتقلي كل يوم بيبقى استهلاكنا كتير. اخف عن نفسي شويه، عارفه حتى لو بتمسحي البوتاجاز ممكن تمسحيه بورق الاول زي كده، ورق ابيض ده بنرميه احنا كده كده بيترمي مع الورق المكتوب فيه، لا اخليه زي كده. تخرجي المقليات بتاعتك على الورق زي كده اهوت، ان الصينيه بتاعتك كده كبيره، خرجيها كده لحد ما تهدى شويه، وبعد كده ايه تعالي بقى حطي مناديلك، شيلي الورق دوت ارميه مثلا. الاول جه بقى شوف هترصي بقى في الاطباق بقى، خليه طالع على الورق الاول، وبعد كده ايه تيجي مثلا عند التقديم تروحي جايبه منديلك وجايبه اطباقك وتقدمي على الاطباق بايه؟ بمنديل. هتستخدمي ساعتها منديل واحد، لا هيكون الورق الاولاني شرب الزيت وشرب الحاجات اللي في المقليات كلها. ماشي، يا رب يكون معلومه النهارده فادتكم، ويا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه كويسه وان انتوا ازاي تقدروا توفروا، خصوصا ان احنا داخلين على شهر كريم ان شاء الله وربنا ييسر فيه الحال. وما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناه بتاعتنا، ما تنسوش تشتركوا في القناه. ماشي، وما تنسوش اللايك قبل ما تخرجوا من الفيديو، وتابعوني في كل معلومه جديده، ويا رب اقدر اوصل لكم كل المعلومات
اللي على مدار الحياه ان شاء الله. واشوفكم بقى في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين.